منى عبد الله بابكر بشير، سودانية. جيت عملت عملية بتاعت موية بيضة، فالحمد لله رب العالمين كويسة جدا جدا جدا. وقفت النظارة فترة كان كويسة جدا جدا. فظهر المشكلة تاني في العين اليمين، نعم في مشكلة في الشبكية مع الغرنية. يعني كنت يائسة صح جد إنه من العملية، وكنت مباطلة إني ما أجي أعمل لأن ما حتنجح. فالحمد لله جيت لي وليدة وعمل لي العملية دي، أحمد الله وهو من العباد الشاكرين. حاجة منى كان عندها مية بيضة تقيلة في عينيها الاتنين الشمال، ما كانش عندها مشكلة فيها، هي المية بيضة تقيلة اتعملت موجات صوتية وزرع العدسة. اليمين كان عندها مشكلة تانية في الشبكية، هي برضه مؤثرة على النظر. كمان مع مشكلة المية البيضة التقيلة، ربنا كرمنا برضه شلنا المية وحطينا العدسة. مشكلة الشبكية اللي موجودة مش مؤثرة تماما على مركز النظر، والنظر اتحسن كثيرا. الحمد لله العملية كانت سهلة ولا صعبة وبدأ الأداء. يا أنا ما صدقت ذات إنها سام كده وفينيش فهمت كام وقام السريع وفينوا. فالحمد لله أنا حافظتها، والحمد لله إذا كسرت مسكت وقتين يا. اللهم يعني بس بعد العملية حسيتي بتعب والنظر اتحسن مرتين. والله بعد العملية كويسة طبعا، ما أقدر العلاج يعتبرها في السرير ما تحركت. يعني ما دخلت مطبخ، ما بطلع الشارع نهائي، ما بشوف تيجي، فلا شمس لا ضوء لا ما لا. عاملة حسابي كنين لأني ما. انت بتقولي بتعملي اي حاجة تحبيها، مفيش اي موانع دلوقتي الحمد لله. أنا الحمد لله رب العالمين، والله أشكرك كثير، وأشكر الدكتور بتاعك، وأشكر الدكتور بتاع المستشفى، من كلهم وربنا يزيد وما يعين يا ربي بعمل السنين، يا ربي ودي والعافية.